السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه جديده ديال الغريبه بالكوك السميده. هاد الوصفه البنات راها سهله اقتصاديه وسريعه، كنحضرها في معظم الاوقات. هنايا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنايا 4 ديال البيضات، زلاف ديال الكوك، زلافه ديال السميده، نقدروا نحتاجو اكثر. كندير البنات هني السميده الغليظه شويه، غليظ شويه الفينو. غادي نحتاج، وتقدر تشرب، غادي نقدر نزيد. غادي نحتاج عاوتاني الكاس ديال السكر يكون عامر، كاس ديال الكاوكاو، كاس ديال الزيت مخلطه بالزبده. بالنسبه للبنات غادي نحتاج هنايا جوج خماره ونص، ووحده ديال الفاني. غادي نكهه البنات هنايا بواحد نكهه ديال الحامض كتجي خطيره، وكتعطي ديك النكهه البنات، كتعطي واحد النسمه خطيره ما بين الكوك والسميده. دابا غادي نحتاج عاوتاني ماء ديال الزهر وزلافه ديال سكر كلاصي للتزيين. اول حاجه البنات هي البيض، كنبداو بالبيض. كنفكسو دوك 4 ديال البيضات. من الافضل البنات انكم ديروا كل وحده في زلافه عاد ترميوها، باش حتى الا كانت شي وحده خاسره فيهم ما تخسرش لنا البقيه. كتجي ساهله البنات، هاد الحلوه غير جربوها والله الا كتجي اقتصاديه وزوينه. غادي نزيدوا البنات داك الكاس ديال السكر، غادي نضربوهم مزيان 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 حتى يتجانسوا، حتى تدخل هذيك الزيت مع حتى تدخل داك البيض مع داك السكر مع البيض، ونعاودوا نطلقوا. من بعد ما ضربناها مزيان كنزيدوا هذاك الخليط ما بين الزيت والزبده، كنحاولوا ندخلهم مزيان مع البيض والسكر. هاد الغريبه البنات بالسميده واللوز كتجي زوينه، هشيشه اقتصاديه وسهله. راه كتوجد البنات حتى حلوه لعيد الميلود. كنزيدوا البنات هذيك الزلافه ديال الكوك وكنخلطوا مزيان. انا كنوريكم الطريقه بالتدقيق باش تنجح معكم هذا الحلوه. هذاك الكوك البنات راه انا طحنته مع شويه ديال الزبده وكبيته هنايا. صافي غادي نخلط كل شيء مزيان ونعاودوا نطلقوا. بعد ما تخلطوا لينا مزيان البنات غادي نزيدوا داك راس معلقه ديال الحامض. كما قلت لكم البنات السيترون راه كيتواتى بشكل كبير مع السميده والكوك. كنخلطوها نتوما اي نكهه عندكم ديال الفاني ديال الحامض اللي كمتوفر كيتجي خطير، خصوصا الحامض. انا كنأكد على الحامض حيت كنجربها ديما. صافي دابا البنات زدت هذيك السميده، ما كنزيدوهاش كامله، كنزيدو غير دفوعات. هنايا درت معكم سكر ديال الفاني. بالنسبه للخماره قلنا غادي نضيفو خماره ونص، هذه هي الخماره الاولى، وغادي نعاود نضيف نص خماره ثانيه ونص خماره ثانيه البنات. صافي دابا غادي نبدا نجمع، ندخل هاد السميده في الحلوه ديالي. ما كنضيفوش البنات السميده كامله، كنبداو نضيفوها دفوعات حتى السميده كتشرب. دونك كنبقى نزيد بحال هكا شويه بشويه وانا كندخل هذيك السميده في الغريبه ديالي حتى تجمع ليا. ما كتكونش مجموعه ثقيله، كنخليوها شويه تكون خفيفه باش السميده من تشرب تجيني هي هذيك بحال هكا البنات.
كما قلت لكم راني درت ديك الزلافه ديال السميده ما يعادل 2 كيسان ونص. انا اللي كفتني في هذا القياس اللي درت ديال البيض والمكونات الاخرى. ما كنجمعوهاش، ما كتجمعش بزاف، كنخليوها تكون مطلوقه شويه. هانتوما كما كتشوفوا القوام اللي كتجي عليه هاد الغريبه. صافي دابا غادي نشكلها كويرات وغادي نديرها في سكر كلاصي، غنمرمدها في هاد السكر كلاصي من بعد ما نكون درتها في مزهر. دونك كنديرها في مزهر عاد سكر كلاصي ونعاودو نتلاقاو. اول حاجه البنات كنبداو بها هي كندهنوا يدينا بمزهر وكنبداو نشكلوا هكا كويرات. كنهزوا الكره الاولى كنلويوها ما بين يدينا حتى كديري لنا كواره. ها هي كما كتشوفوا. صافي كنديرها في داك السكر كلاصي حتى تلبس كامله بالسكر كلاصي. كنكونوا ديجا واجدين الطاوه فيها الزيت، حيتاش ما يمكنش تكون يدينا فيها السكر كلاصي، ما يمكنش نهزوا الطاوه. كنبداو بها هي الاولى كنديروا فيها الزيت عاد باش نحطوا فيها هاد الغريبه كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نكملوا على هاد الحال حتى نكملوا الكويرات ديالنا كاملين. كما قلت لكم ضروري المزهر هو الاول. كنجيبوا ديك الكويره كنديروا على شكل دواره وكنمرمدوها في سكر كلاصي مزيان البنات حتى كتلبس لينا مزيان، وكنحطوها في اللاطه. كتجي خطيره وكتشقق لينا الغريبه، كتجي زوينه البنات، كنتمنى تجربوها. صافي البنات من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله ديال الغريبه كنكون البنات ديجا شاعله الفران. كنديروا على درجه 180 كنشعل عليه من الفوق. بون الطريقه هي الاهم باش تنجح معكم هاد الغريبه. اول حاجه كنخشيو الغريبه كنشعلوا عليها الفوق على درجه حراره 180 حتى كتشقق ليا من الفوق، وكنعاودوا نهبطوها لتحت. كنشعلوا عليها من التحت. هذا هو السر باش تنجح معكم هاد الغريبه وتجيكم مشققه. كنتمنى تعجبكم. ها هي الغريبه ديالنا البنات اللي وجدنا في هذه الوصفه. كتجي هشيشه وكتجي كتذوب في الفم، ومعلكه كما كتشوفوا. تبعوا المراحل اللي قلت لكم من البدايه حتى الاخر. وضروري البنات راه بزاف ديال الاخوات ما كتصدقش معاهم حيتاش ما كيطبقوش داكشي اللي قلت لهم التعليمات ديال الفران. ضروري البنات تبعوا داكشي اللي قلت لكم الفران. كتجي مشققه غزاله البنات والله الا كتذوب في الفم ودغيا كتوجد دغيا كتحضر. انا نحل معكم وحده كما كتشوفوا هشيشه لواحد الدرجه ما يمكنش، كتذوب في الفم ومعلكه غزاله البنات، غزاله هادشي نقدر نقول عليها. الى عجبتكم البنات ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، وشهيه طيبه.